واش عمرك تخيلتي راسك تعيش حياتك كامله في وسط كذبه؟ واش عمرك تقتي في شي ناس وطلعوا غالطين؟ واش ممكن 3 سنين من حياتك تكون مبنيه على كذبه كبيره، ومن هذيك الكذبه حياتك تقلب 180 درجه؟ في الحلقه ديال اليوم غادي نحكي لكم قصه حقيقيه ديال بنت مغربيه بسيطه يتيمه اللي الحقيقه تبدلت عندها في نهار واحد، والصدمه ما كتنساش. في واحد الحي شعبي في كازا كانت عايشه واحد البنت سميتها سلمى، بنت يتيمه وكتخدم باش تعاون راسها. وهاد البنت هادي عاشت حياتها كامله في الخيريه من نهار عقلت على راسها، وهي عايشه في وسط ناس ما كتعرفهمش وفي وسط اطفال بحالها بحالهم، نفس الوضعيه، نفس العقليه ونفس الحياه. وملي دارت 18 عام خرجت للحياه، وماشي اي حياه. كرات واحد البيت مع الجيران في واحد الحي شعبي في كازا، وبالنسبه ليها كان اكبر تحدي انها تخرج تشوف الحياه كيفاش دايره. وواحد النهار من النهارات لقات راسها خدامه في واحد الفيلا، عائله غنيه بزاف. بالنسبه ليها الخدمه المنقذ ديالها، حيت غادي تنقذ من هذاك الحي وغتعيش حياه زوينه، وعلى الاقل غتاكل بحالها بحال الناس. خدمه مزيانه، ماكله مزيانه، نعاس مريح، كل شي زوين. من اول مره فاش شافت ديك مولات الدار كتبان مرا طيبه، وملي شافتها وهي تقول لها مرحبا بك بنتي، اعتبري هاد الدار دارك. ولكن في هاد الدار هادي كاينه شي حاجه ماشي هي هاديك، حيت مع الوقت سلمى بدات كتلاحظ شي حوايج غريبه. وكل ليله كانت كتلاحظ مول الدار كيهبط للكراج ويعاود يطلع، يهبط للكراج ويعاود يطلع. شنو كيدير؟ الله اعلم. درها راسها بغات تعرف شنو كاين، حيت ما قلتش لكم هي من النهار الاول اللي دخلت لهديك الدار وهي كتحس باللي كاينه شي حاجه غريبه كدور تما. سمعت الهضره في التليفون، صافي الشاف ما تخافش، كون هاني كلشي موجود. المهم مالين الدار دابا ناعسين، نبغيك توجد كلشي قبل ما نجي، تفهمنا؟ صافي واخا. ملي سمعت هاد المكالمه ما فهمت والو، ولكن سكتات ودخلت سوق راسها، حيت هي كيف ما كتعرفوا محتاجه لهديك الخدمه وما باغاش تدخل راسها في شي مشاكل اللي ما غاديش تقدر عليهم. وبقات عايشه مع هذيك الناس مده طويله، كيتهلاو فيها ويحنوا عليها بحال تقولوا بنتهم. واحد النهار مولات الدار خرجت وخلاوها بوحدها، وعلموها وقالوا ليها باللي غادي يمشيو يتعطلوا، غادي يخرجوا يتعشاو مع شي صحابهم. الفضول ديالها قتلها من الداخل. هبطت الكراج، حلت الباب غير بشويه وهي تلقى واحد الصندوق كبير ومغبر ولكن مقفول. بقات واقفه وكتفكر تحلو ولا ما تحلوش، تقولها لمولات الدار ولا تبقى ساكته. حتى لواحد شويه جابت واحد المطرقه وواحد العصا وبدات كتضرب كتحل فيه حتى حلاته. شنو هادشي؟ واش هادي انا؟ والله الا انا ملي كنت صغيره، انا شنو جاب لي هنايا؟ لقات اوراق وصور وفلوس بزاف، والمفاجاه الكبيره انها لقات راسها وهي صغيره تما. اش كدير تما؟ بقات مصدومه وما فهمت حتى شي حاجه. وشكون هما اصلا؟ من بعد ايام وهي تكتشف الحقيقه كامله. وهنا غادي تبدا القصه ديالنا. فاطمه كانت خدامه عند هاد الناس ملي كانت عندها 16 عام، ومع كيف ما كتعرفوا اكثريه ديال العائلات الله يهديهم ما كانوش كيتهلاو شحال هادي في الخدامات ديالهم، كرفسين عليهم، ما كيعطيوهمش بلاصه زوينه، ما كيوكلوهمش مزيان. وفاطمه كانت كتضرب تماره، كانت هذيك الفيلا كلها فوق ظهرها. واحد الليله عيات ومشات تلاحت نعسات، ما عقلتش على راسها، وملي فاقت لقات راسها عامره بالدم. ما فهمتش اشنو طرا ليها، شكون دار ليها هذيك الحاله، شكون خرج ليها على مستقبلها وعلى حياتها. وملي واجهت مالين الدار كلشي نكر. وهذا الراجل دابا اللي كتخدم عنده سلمى حتى هو كان من المشبوهين، هو وخوه وواحد ولد خالو كان جاي من العروبيه وكان عساس معاهم تما. في نظركم شكون اللي غادي يكون دار هذا الشيء؟ وفاطمه ام سلمى فين غادي تكون دابا؟ واش ماتت ولا حيه؟ واش عارفه بلي عندها بنت ولا لا؟ خليكم حتى الاخر. ايوا يا سيادي، في هذيك الليله المشؤومه اللي فاطمه تعرضت فيها للاغتصاب، مولات الدار اللي خدامه دابا عندهم سلمى شافت الواقعه كامله وحظات وعرفات شكون اللي دار لها هذيك الحاله، ولكن ما قدرت تقول والو وبقات ساكته هاد السنين كامله. وفاطمه ملي عرفت راسها حامله هربت مشات لواحد الدوار ما بعيدش بزاف على كازا، جا ما بين سطات وكازا.
وبقاو كيقلبوا عليها باش ما تفضحوش، حيت هذوك العائله كانوا شويه وازنين في البلاد. وملي لقاوها جابوها لعندهم وحطوها بحال شي كلبه حشاكم في واحد الكراج لتحت. وهذا الكراج هو فين لقات سلمى الصندوق المغبر. بقات عندهم تما 8 شهور كامله ديال الحمل، رابطين لها يديها وفمها، مخلي لها غير رجليها، وإلا بغات تمشي للطواليت كيجيو يحلوا عليها وتمشي للطواليت. عاشت 8 شهور كلها ديال العذاب والحقره، وهي ما عارفه حتى شكون دار فيها هاد الحاله، وعارفه راسها الا مشات حتى دوات ولا قالت شي حاجه الحبس او القتيله. ملي ولدات شدوا ديك الام وغبروها، ليومنا هذا ما عمرها بانت. وملي ولدت سلمى هزوا البنيته ودوها للخيريه، حياتها كامله هما متبعينها، فين مشات فين جات شنو دارت فين سكنات. وهذا الشيء علاش وصلوا واحد العساس باش يشوف ليها الخدمه. بطبيعه الحال الخدمه كانت عندهم. في نظركم هاد العائله علاش دارت بحال هكا؟ خدموها عندهم باش تبقى قريبه منهم، وإلا مشات حتى اكتشفت شي حاجه تبقى ساكته ومهدده. ومن بعد ملي صرحتهم بالحقيقه وقالت لهم اشنو اكتشفات، قالوا لها هادشي اللي قلت لكم دابا، ولكن هددوها بحياتها وقالوا لها باللي امها باقا عايشه لدابا، وإلا مشات تهضرات غيقتلوها هي وامها وما غاديش يترددوا. واحد النهار وهي دار اتفاقيه مع بنت مولات الدار، واحد البنيته سميتها ايمان، ظريفه وزويونه مؤدبه ومثقفه وقاريه وواعيه وعارفه الحياه وعارفه بينها وبين الله. دارت يدها في يديها واتفقوا باش تهرب سلمى، هرباتها من الفيلا. وايمان كانت فرحانه بزاف حيتاش اخيرا قدرت دير خير في هذيك الفيلا وفي هذيك الدار اللي عمرها في حياتها ما شافت والديها كيديروه. وفي نصاص الليل خرجت سلمى من الفيلا، مشات كتجري لاقرب كوميساريه حداها، دخلت عند البوليس ومشات عاودت ليهم كل شيء، اشنو لقات وشنو اكتشفات، وبلي امها باقا عايشه ولكن مخبينها عليها. وهنا تفتحت القضيه من جديد. ما قلت لكمش ملي تختفت فاطمه ناضوا عائلتها في الدوار كيقلبوا عليها ومشاو عند الجدارميه وحطوا بلاغ اختفاء. وباش نجيكم من الاخر، ملي تفتحت القضيه ومورا سنوات بانت الحقيقه وتعاقبوا الناس اللي دمروا لسلمى حياتها. ولكن السؤال، فين مت سلمى واشنو اللي وقع لها وفين كانت هاد 21 عام كامله؟ إلا عجبتك القصه وكنتي متشوق باش تسمع الجزء الثاني، ما تنساش تكتبها لي في لي كومونتير، تابونا عندي في القناه باش ما تضيعش قصص بحال هادي، حيت اللي جاي واعر بزاف. تلقاو في الجزء الثاني، تهلاو في راسكم.